احذروا الربا، احذروا الربا فإنه هلكة، احذروا الربا فإنه يقسي القلب، احذروا الربا فإنه ينزع البركات، احذروا الربا فإنه سبب لسوء الخاتمة. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه الشهادة، يلقنونه قول لا إله إلا الله، فكان كلما لقنوه قول لا إله إلا الله يقول 10 11 10 11، فمات على هذا والعياذ بالله. احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ومقته. إن الربا من أكبر الكبائر، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الله يمحق الربا إما محقا حسيا بحيث يعود المرابي فقيرا بعد أن كان غنيا، وإما محقا معنويا بحيث تنزع البركة من ماله ويكون كسبه كله غرما ونارا عليه يوم القيامة. فإن المرابين نراهم الآن في هذه الدنيا كالمجانين، لا يعقلون موعظة ولا يفهمون ولا يرعون عن معصية. يا ابن آدم يا ضعيفا أمام قوة الله، كيف تتجرأ على معاملة تعلن فيها الحرب على الله ورسوله؟ أيها المسلمون، بينه صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لا يخفى إلا لمن به مرض أو عمى. فلا يجوز للإنسان إذا أبدل أوراقا نقدية بجنسها أو بغير جنسها، لا يجوز لهما أن يتفرقا قبل القبض. فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات 100 اصرفها لي بورقتين ذواتي 50، فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق. فإن تأخر القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقع في الربا. إن من المعلوم عند الناس جميعا أنك لو أخذت من شخص 100 ريال من النقد الورقي ب110 مؤجلة إلى سنة أو أقل أو أكثر لكان ذلك من الربا. وهذا أمر معلوم عند الناس جميعا، ولا شك أن هذا من الربا، لأنه جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة، بين الربا المقصود والذريعة. فلو باع شخص ذهبا بذهب يزيد عليه وزنا ولو زيادة يسيرة فهو ربا محرم والبيع باطل، ولو باع ذهبا بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. ولو باع الإنسان ذهبا بفضة أو بدراهم ورقية فتفرقا قبل القبض فالبيع محرم باطل. أما المحذور الرابع فإنهم يبيعون السلعة في محلها بدون قبض ولا نقل، وهذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في المكان الذي اشتريت فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني، ويشهد له ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء.